أهلا بكم من جديد مشاهدينا. سننطلق بكم مباشرة الآن إلى العراق ومنطقة السليمانية التي استضافت فيها في منطقة رانيا فعاليات مهرجان الثقافات المختلفة وذلك في نسختها الخامسة بمشاركة 12 فرقة موسيقية من 4 دول مختلفة. طبعا هي إيران، مصر، وكذلك الهند إلى جانب الدولة المستضيفة العراق. طبعا هذا التلاقي الثقافي أو هذا الملتقى الثقافي يجعلنا نعود عندما تحدثنا في البداية عن تصادم الحضارات، تصادم الحضارة الرومانية والحضارة القرطاجية في فترة من الفترات. وطبعا هذه كانت هي السمة بين الحضارات، هي التصادم أحيانا والاقتتال والحروب وما إلى ذلك. لكن الآن الثقافة تجمع، الموسيقى تجمع هذه الحضارات، وهذا هو الشيء الجميل، علما أن الهند كانت مهدا لحضارة قديمة ضاربة في التاريخ، العراق كانت مهدا للحضارة البابلية، مصر حضارة قديمة كذلك موجودة في التاريخ، وبلاد فارس كذلك كانت واحدة من أقوى الحضارات في يوم من الأيام عندما تلتقي دائما تحت هذه القبة، قبة الثقافة. هنا يكمن الجمال وتكمن الروعة التي ندعوكم لاكتشافها معنا من خلال هذا التقرير. إطلالة بصراوية تحيي المدينة العريقة بنكهة خليجية تبحث عن أهل نجوى. هو غناء قديم تتوارثه الأجيال بإيقاع ودندنة خليجية فيها خفة حركة بشيلة بصراوية. لوحة المنقر هو طق الأصبع، هذا خاص تختص به مدينة البصرة بالعراق عموما. فإحنا اليوم متهيئين إلى لوحة جديدة للهيوة والخشابة والجنوبي من ضمن هذه لوحة المنقر. خلف الكواليس استعدادات لعرض آخر أبطاله مرتدو الجلابية. فمن مصر جاءت مواويل وموشحات دينية أشعلت حماس الحضور الكردي. الفن عامة بيوحد الثقافات، يعني احنا كموسيقيين او نقرا النوتة الموسيقية كلها، اذا كانت اوروبية امريكية روسية، نوتة موسيقية مكتوبة كله بيقراها غير اللغة، فالموسيقى توحد بكل مشتملات الجمل. عرب وكرد وتركمان وفرس وهنود جميعهم أحيوا المهرجان وقدموا تراثهم الشعبي بآلات موسيقية كادت أن تنسى. الفرقة الإيرانية قدمت وصلة تفاعل معها الجمهور، كما طرب للأغاني الكردية. هنا كانت الموسيقى سيدة المكان بكل طبقاتها وتجلياتها. أطربت الحضور وألهبت حماسهم بتكوين حلقات دبكة عفوية. في هذا المهرجان قدموا الثقافة على السياسة، تناسوا اختلاف اللغة وبحثوا عن لغة الموسيقى المشتركة الموحدة لكافة القوميات والطوائف والأديان. هنا جمعهم الفن والغناء والسياسة لم تفرقهم. ناصر شديد، الجزيرة، من منطقة رانيا السليمانية.